السلام عليكم. اليوم هو 10 سبتمبر وهو اليوم العالمي لمكافحة الانتحار. اليوم راح أتكلم عن نظرة فرويد بخصوص الانتحار. وفرويد تكلم عن غريزتين، غريزة الحياة وغريزة الموت. غريزة الحياة سماها بالإيروس، وغريزة الموت سماها بالثاناتوس. غريزة الحياة وصفها فرويد هي الغريزة اللي تخلينا نحب الحياة، نريد نحب ونريد ننحب، تبعث على السلام. الغريزة اللي تعطينا الطاقة الجنسية، الغريزة اللي تخلينا نسوي علاقات ونسوي صداقات، غريزة المحبة والسلام والإبداع والفن والخلق. هذه سماها غريزة الإيروس. مقابلها غريزة الموت، غريزة الثاناتوس. هذه غريزة التدمير والحقد والكراهية والفناء. طبعا هاي الغريزة هي اللي تخلينا تولد عندنا مشاعر الكراهية، مشاعر الحقد، مشاعر انه نحسد الاخرين، اريد مرات نوصل في التفكير حتى نقتل الاخرين او نقطعهم، وهكذا تميل الى التدمير والفناء. طبعا يعني ممكن واحد يقول ما عندي انا هذه الغريزه. لا، موجوده بكل انسان، موجوده. ابسط شيء موجوده انه من خلال الاكل احنا من ناكل ندمر، نفني حياة مخلوق آخر. مثل ما تروح تاكل لحم الدجاج أو لحم البقر، فإنك أفنيت ودمرت مخلوق آخر. فهي غريزة الفناء، غريزة التدمير، حتى أثناء أكلك، أثناء تحطيمك لهذه المواد بأسنانك، أثناء تحطيمك بيدك بالأدوات، سواء اللحوم أو الفواكه أو النباتات أنت ناكلها، هي هاي غريزة التدمير. أيضا غريزة التدمير أو غريزة الثناتس نشوفها بمن؟ نشوفها واضحة جدا في الجنود في ساحة القتال. الجنود بالمعركة يطلقون العنان لغريزة الفناء والتدمير، غريزة الثناتس، فشوفهم يقتلون وتتفاعل هذه عندهم غريزة القتل. أيضا نشوفها بوضوح بالناس السايكوباث المختلين عقليا، القتلة المختلين عقليا اللي هم يقتلون من أجل المتعة فقط. يعني يروح يقتل حتى القتل بحد ذاته، مو حتى يحصل فلوس أو فد شيء. ليش؟ لأن هذه غريزة الثناتوس تمكنت من عنده، فيدي يتلذذ بيها. نشوفها مثل إذا شفتوا مسلسل اسمه السفاح الجيزة، هذا القاتل السفاح مصر، أو مسلسل دامر جافري القاتل المتسلسل السفاح اللي بأمريكا. هذول عندهم طاقة الثناتوس أو غريزة الثناتوس تمكنت منهم، فخلتهم يدمرون ويقتلون. أيضا نشوفها ممكن هي تبدي عندنا لأن من إحنا أطفال، الثناتوس والإيروس. فشوف مرات الطفل يميل إلى تدمير الألعاب، يميل للضرب، يميل إلى مرات إذا ارتفعت عنده عالية غريزة الثناتوس ممكن يضرب الحيوانات، يقتل الحيوانات، يعذبهن. أيضا حالة السادية والمازوشية، نشوف بعض الناس يستمتعون بالألم، سواء الألم على نفسهم، يحبون واحد يعذبهم، أو على يستمتعون برؤية الآخرين يتعذبون ويتألمون. هذه أيضا تعزى إلى غريزة الثناتوس. نرجع هسه شنو علاقتها بالانتحار. علاقتها بالانتحار، فرويد يقول إنه الشخص اللي يقبل على الانتحار بسبب الاكتئاب وغير سبب، هنا غريزة الثناتوس تمكنت منه. غريزة الثناتوس هنا أصبحت أعلى بكثير من غريزة الإيروس، غريزة الحياة، بحيث ما صارت مستويات. فهنا غريزة الإيروس ما راح تخليه يحافظ على حياته، فهنا تتمكن غريزة الثناتوس أو غريزة الفناء، فهنا يفني روح الشخص ويقتل نفسه. لأن قلنا هاي غريزة الثناتوس لازم واحد يسيطر عليها. يعني ممكن تأذي نفسك، تجرح نفسك، تقتل نفسك، أو تأذي الآخرين، أو تحقد أو تكره الآخرين. بينما اللي توازنها غريزة الحياة اللي هي تميل للسلام والمحبة. فلازم توازن بين هذه غريزة الثناتوس اللي هي غريزة الفناء والقتل والتدمير، وغريزة الحياة، غريزة المحبة والسلام والفن والخلق.